والافضل انهم عادوا يعني، لكن الموقف وتعليق فتحي عليه. موقف تاريخي، موقف يلزم الكونفدراليه الافريقيه تعاقب مدرب السنغال عقوبه اشد عقوبه، ويلزم الكونفدراليه الافريقيه تكرم ساديو ماني لانه انقذ صوره وسمعه الكره الافريقيه. راهم ينتظرونا، راهم انا ديما نقولها مع الاسف، راهم ما يحبوناش، راهو النجاح الساحق نتاع الكأس الافريقيه هذه بالملاعب بالجماهير بالتغطيات بكذا بكذا ما يحبوهاش، ما يحبوهاش، وبالتالي جاتهم على طبق، جاتهم هديه على طبق باش يقولوا هاوكا افريقيا، ريتوها افريقيا. الحمد لله ساديو ماني اللي فعله راهو يدخل به للتاريخ، والتاريخ النظيف. وشوف المولى سبحانه، وانا قداش نحب اللاعب، ما نعرفش شكون اللي صرح اللاعب رقم 5 بعد المقابله مع البين سبورتس، انا قال الحمد لله غانا قال 5 مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كيش ما تعشقوش، لانه دائما الحمد للمولى سبحانه وتعالى، كيش ما تعشقوش، معناها كلنا اخوات في الاخير. صحيح، كلنا كوره، ما هي الا كوره وتنتهي الكوره. كان تنافس. اذا ساديو ماني هذا قلت لك لاعب استثنائي هذا التاريخ، مش انا باش نحكي عليه، نعرفوا ليفربول وغيره وغيره وغيره. غيرنا ذكرنا هذه هي اخر نسخه له بالنسبه له، بهذه النسخه حقق بطولتين افريقيه. اذا كان اخر نسخه صح عليه، المولى سبحانه وتعالى خرج كاس افريقيه، ثم خروج اروع وارقى وانبل مثل هذا الخروج كاس افريقيه، وكان هو تقريبا صانعها، لانه لو بقي في المستودع كما تقول انت في حجره، لو بقى الفريق غادي راهو انتهت الكره السنغاليه. عقوبه بعامين، عقوبه على الاقل بعامين بعدم المشاركه من دورتين من نسختين. بالطبع بعامين مع الفضيحه للكره الافريقيه. شكرا ساديو ماني. اذا الحديث عن ساديو ماني افضل لاعب في هذه البطوله، ماذا قال بعد هذا التتويج المستحق والنجم الثاني للمنتخب العربي؟ نتابع. إذا هذا كان حديث ساديو ماني، وذكر صابر أن دفعة معنوية إيجابية في ضياع ركلة الجزاء من إبراهيم دياز. صحيح، كلنا توقعنا ذلك بكل صراحة عقب إهدار ركلة الجزاء. احنا كلنا واحنا قاعدين قلنا التفوق المعنوي سيضاف إلى التفوق البدني، لأنه كان واضح جدا في اللحظات الأخيرة أنه التفوق البدني لصالح المنتخب السنغالي على حساب المنتخب المغربي الذي خاض الشوطين اضافيين امام نيجيريا. طبعا ده ليس مبرر على الاطلاق. جميل. ولكن التفوق النفسي زاد كمان. طيب اذا كثيره هذه الايجابيات التي شاهدناها في البطوله، لكن كان هناك امر سلبي من الجماهير السنغال. نشاهد. اي طبعا الجماهير السنغاليه حاولت ان تتخطى الملعب في اعقاب الاعلان على ضربه الجزاء، لولا انه رجال الامن يعني نجحوا في ابعادهم. يعني مثل هذه الامور لا اتصور على اننا نقبل حدوثها. شوف يعني فوضى عارمه جدا لمناصرين السنغاليين بعد ما قرر فريقهم انه ينسحب من الملعب. واعتقد هذه من التداعيات السلبيه لقرارات غير مدروسه وغير مسؤوله كالتي اخذها او اتخذها المدرب وهنا رجل امن اصيب بعد هذه الحادثه والشغب من الجماهير السنغاليه لغايه الاسف. ولكن كل هذه الامور ترتبت على القرار الذي اتخذه بابتياو بدفع اللاعبين الى مغادره الملعب. فتحي رايك؟ رايي هذه مسؤوليه مضاعفه للمدرب السنغالي، هو اللي تسبب في الفوضى هذه، هو اللي تسبب في هذه الاحتجاجات. بطبيعه الحال لا نبرر ولا نفسر، لانه احنا في مقابله الجماهير جات لتشجع لا للنزول الى الميدان. تصور كارثه لو نزلوا الى الميدان راهي توقفت المقابله. اكيد راهي توقفت المقابله، وكل مجهودات ساديو ماني كنت تذهب معناها في الهواء. اذا اعتبر وانه راهو عقوبه مدرب السنغال يجب أن تكون عقوبة قاسية مغلظة، لأنه فعلا كاد يتسبب أولا في عقوبة للكرة السنغالية، ثانيا في الأضرار اللي حصلت ربما على الأمن، وربما أيضا للأمانة
ما نتصورش وأنا ما فهماش من الجمهور السنغالي اللي حاول يقتحم أنه عندهم أضرار ربما أيضا، لأنه العملية كانت اشتباكات. على كل ربي يهديه مدرب السنغال، نهنيو السنغال، نهنيو ساديو ماني، نهنيهم الكل، ولكن مع الأسف التصرف هذا كنا نتمناه ما يقع. رجال الامن يستحقون التحيه لان هم تصرفوا بهدوء ورزانه مع الموقف، كان ممكن يبقى لهم ردة فعل اصعب من كده. جميل. اذا مدرب السنغال ماذا قال؟ ماذا برر بعد حديث صابر وبدر وحسام وفتحي؟ نتابع. السؤال: اين كان هذا الهدوء من مدرب منتخب السنغال باب تياو؟ وكذلك اعتذر امانه يا صابر، وهدوءه كان حاضرا، قد يكون مرتبطا في الانتصار والتتويج. بالنسبه لي انا شخصيا اعتذار غير مقبول على الاطلاق، يعني انت تعمل هذه الجريمه في ارضيه الملعب وبعد كده تيجي تعتذر بيه. اعتذار دلوقتي لانه مبسوط، قال لك اعتذر لمحبي كره القدم وفرحان، وهو انت عملت جريمه في داخل ارض الملعب. هو طبعا يستحق الفوز لا خلاف على ذلك. لا احنا ما الهدوء، ولكن الهدوء كان من المفترض ان يتصف بهذا الهدوء اثناء المباراه. يعني ايه الفارق ما بينه وبين ساديو ماني؟ ده المفروض ساديو ماني يكون اكثر عصبيه منه داخل ارض الملعب، ولكن في النهايه اللي حصل. بدر، تعليقك؟ يعتذر ويقول ان كان هناك بعض الامور وكان يريد ان يعني تحصل يعني تصريف الامور يعني، واعتذر بعد ما هدأت المشاعر والاحاسيس بعد ما تزوج باللقب. سعادته باللقب يعني تخلي انه يعتذر. وش غيكلفوا الاعتذار؟ لكن المشهد يظل مشهدا مأساويا، مشهدا دراميا، مشهدا لا يليق بكرة قدم الإفريقية. من هنا بدأت المشاكل. لا هو يقول لك هدف أم هو زعل وغضب مدرب السنغال في عدم عودة الحكم والفار في المطالبة. يا سيدي الكريم، في عملية دفع واضحة جدا لا تحتاج حتى من الحكم أن يعود إلى الفار يعني، وحتى الحكم أوقف الكرة. أنا أقول لك قبل الهدف. الناس هو لغاية الأسف مدرب ولا يفهم في بروتوكول اللقطة لا ترتقي أن يعود لها للفار. هذا السؤال للجميع. لا طيب واحد ما شاء الله تبارك الله عليكم كلكم. مشاري حتى ألخصها لك. طيب إذا رأت غرفة الفار ما يمكن أن يناقض قرار الحكم أو أن يشكك في قرار تدعوه ليشاهد اللقطة من جديد. جميل. هذا الفار. لكن هي بدر ماذا يقول؟ لا توجد ضربة. لا توجد. صابر. لا أنت صابر في اللقطة. أنت عين صابر. عمل جريمة في اللقطة. ها؟ الحكم ارتكب جريمة في اللقطة. شلون الجريمة؟ الجريمة إن هو أطلق الصافرة قبل أن تدخل الكرة في الشباك بثواني. ده مش معناه إن الكرة مش فاول. طيب كان من المفترض أن ينتظر الثانيتين دول. طيب. وبعد كده قرارك؟ لا هي اقرب للفاول طبعا. اقرب بقول ان الحكم صابر دائما لا يعني حتى في يا مشاري انا يقول لك لا مشاري. بص انا بقول لك حاجه. الحكم كان لازم ينتظر اللعبه تنتهي. طيب. وبعد كده يقول فاول انت أو غير فاول. في قرارك؟ انا شايفها فاول فتحي. لا معناها وقع دفع اشرف حكيمي، واللي دفعه هو اللي استفاد من الكوره. طيب والمدرب نتاع السنغال ما يعرفش قانون. طيب لا مدرب السنغال يقول لك لا توقيتها ربط. هو واضح انه هو يعني من اتفق من اللاعبين بعيد عن ساديو ماني ان انت لم تعود للفار في هدف هم يرونه شرعي، واحتسبت ركله جزاء للمنتخب المغربي، فكانت هذه هي نتيجه الغضب اللي شاهدناه في نهايه المواجهه. واضح ما يعرفش القانون، لأنه الحكم لا يذهب تلقائيا للفار، الحكم يناديه الفار. بس هنا مش هيناديه، مستحيل. ما نادالوش لأنه يعتبر وأنه قراره صحيح. طيب هو الجريمة في أنه صفر قبل أن تدخل الكرة كما ذكر صابر. هذا متفقين، ولكن المخالفة موجودة. طيب لماذا الاستعجال؟ والله ممكن صحيح، معناها كان يمكن ينتظر، ولكن ربما الحكم لأنه وراء المخالفة مباشرة. طيب إذا لا ملاحظة. لا الروح الرياضيه تعجبني، تحضر وتغيب. انا حسب الانتصار. لو تسجل ضربه جزاء راهو خطاب اخر. طيب هناك يوجد خبير تحكيمي معنا في الحلقه الختاميه. حسام انت حكم صح؟ ايوه، ما قرارك في هذه اللقطه؟ اولا القرار صحيح، قرار الحكم صحيح جدا. قرار الحكم صحيح. ثانيا ليس هدف ملغى، لان الحكم اوقف اللعب قبل الهدف. أوقف اللعب قبل الهدف. صحيح. فأنا أقول أن لا يحتاج فار هناك. ترى هي جزء من الثانية. لا يحتاج فار لأن الحكم أجزاء من الثانية.
كان حاضر وحكم. تشوف أنه خطأ دفع. هناك فاول. ولكن ما كان مدرب منتخب السنغال انتظار غير مقبول، لا يمكن هكذا، قد كاد أن يسبب مشكلات كثيرة، وشاهدنا كيف كان جماهير واعتذار غير مقبول. نحتاج عقابة، يحتاج عقاب، لا يمكن أن يكون انتظار فقط، لا يمكن. كنا في مباراة نهائية أمام العالم. لو كنت أنت صاحب القرار، ما عقوبة المدرب السنغالي بالنسبة لك؟ أكثر من سنتين. أكثر من سنتين لابد أن نفعل. إن كان لأن السائل الكرة الأفريقية هو الذي دعا كل اللاعبون أن يخرج من الملعب، هو الذي سبب كل الجماهير أن لكن اعتذر بالأخير، اعتذاره لا يمكن انتظار. هل تعرف أن هناك كثير من الجماهير يضربون رجال الأمن بالكراسي؟ صحيح، شاهدنا. هل هذا يمكن الانتظار؟ هو بسبب تصرفه، هو سبب المدرب، لأن كل الجماهير لما شاهد المدرب يقول نخرج وفهموا أن هناك نستمع. تفضل. هذا لا يمكن. السبب هو المدرب لما قال اخرجوا، فالجماهير والمشجعون يظنون ان هناك الحكم الذي يقوم لظلم منتخب اليوم والله اصبح حكما وصاحب قرار، حكما ويحكم ويصدر العقوبات. رئيس لجنة يصدر العقوبات. كنت رئيس الاتحاد كرة القدم الافريقية، والله هذا المدرب سيعاقب أكثر من سنتين. طيب، أكثر من سنتين. سيعاقب. كان يزيدوا درجة يردهم 3 سنوات. وعادي جدا، لأنه تصرف فعلا معناها كلنا والله يا مشاري وقت نتفرجوا في المقابلة مش مصدقين، معناها مصدقين من قوة الصدمة وخايفين من الفضيحة للكرة الإفريقية. نتابع جانب من المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب المغرب وليد القريب، ماذا قال؟ نتابع.